سؤال تاني بيجيلنا في العيادة: يا دكتور، رغم التزامي بالجرعة وميعاد دواء الغدة، إلا إني لسه حاسس أو حاسة بخمول وجسمي منفخ ومودي دايما مش حلو. هو في مشكلة في الدواء ولا إيه؟ الحقيقة إن دواء الليفوثايروكسين ده هرمون حساس جدا، هو المايسترو اللي بيظبط حرق جسمك وطاقتك ومودك. بيسموه في الطب دواء ذو نطاق علاجي ضيق، يعني أي تذبذب بسيط في كميته أو في امتصاصه بيقلب ميزان الجسم كله. الدواء ده أناني، علشان يوصل للدم لازم ينزل المعدة في وسط حمضي جدا، ولو نزل المعدة ولقي بقايا أكل أو وسط مش حمضي قوي، كأن جزيئات الدواء بتمسك في الأكل تخرج من الجسم بدون استفادة، زي كأنك بترميه على الأرض. المشكلة طبعا بتزيد في رمضان عشان زحمة الوجبات والتحدي الكبير إزاي توفر للمعدة الفضاء والوسط الحامضي في الوقت بتاع الفطار. ولو أخدناها غلط، غير إنها بتفقد مفعولها، لازم هتحس بأعراض الخمول. الريل الجاي هنتكلم عن أعداء الحبة من الأكل والمشروبات اللي بناخدها كل يوم وبتبوظ مفعول الدواء.